عايزكم تجهزوا مكانكم كده وتنسوا أي حكايات سمعتوها عن الفلوس والبورصة، لأن الحكاية دي مش عملية نصب عادية، دي أكبر كذبة اتعملت في التاريخ المالي للبشرية كلها. دي قصة ساحر المال بيرني مادوف اللي قدر يسرق 65 مليار دولار عن طريق إنه يضحك على الناس وهم واثقين فيه ثقة مطلقة. عايزك تتخيل معايا كده إنك في مدينة نيويورك في قلب شارع وول ستريت، عاصمة المال. كل اللي بيلمع هنا دهب، وكل الناس بتدور على الاستثمار الآمن. وفي وسط الزحمة دي كان في اسم واحد بيشع ثقة في مجاله، اسمه بيرني مادوف. الناس ما كانتش بتستثمر معاه عشان الأرقام، كانوا بيستثمروا معاه عشان اسمه وسمعته. والحقيقة إن مادوف ما كانش نصاب من يومه، بالعكس ده بدأ شركته الخاصة سنة 1960 ب50,000 دولار بس، ودي كانت فلوس جمعها من تدريس السباحة والإنقاذ. شركته كانت قوية في مجالها. مادوف كان من أوائل الناس اللي دخلوا مفهوم التداول الإلكتروني، وهو اللي ساعد في تطوير نظام ناسداك. يعني الراجل ده كان مؤسس لنظام التداول الحديث، وده اللي خلاه يكسب سمعة الخبير في وول ستريت. ومن هنا بيبدأ السر الحقيقي. شركة مادوف كان ليها وجهتين، الوجه المعلن للناس وده الجزء الشرعي والمعروف اللي بيتعامل في تداول الأسهم، وده الجزء اللي خلى مادوف رئيس مجلس إدارة في ناسداك وخلاه شخصية محترمة. أما بقى الوجه الخفي اللي هو الاستثمار، وده الجزء اللي كان مخفي تماما في الدور ال17 من مكتبه في منهاتن. ما كانش حد بيدخل الدور ده غير 4 أو 5 بس موظفين، معظمهم كانوا يعرفوا السر، وده المكان اللي كان بيتم فيه إدارة أكبر عملية احتيال في التاريخ. وخليني أقول لكم النظام اللي مادوف كان بيشتغل بيه، اللي هو نظام بونزي. وعايزك تركز معايا كده وتخيل، أنا دلوقتي فتحت ودائع استثمار وبقول اللي هيحط فلوسه ويشغلها معايا هياخد فايدة 10% بعد سنة. يجي لي محمد يقول لي عايز أشغل فلوسي معاك، أنا معايا 1,000,000 جنيه. تمام، مفيش مشكلة. بعد كده يجي لي أحمد، أنا كمان عايز أشغل فلوسي معاك. حلو قوي، أقوم واخد من أحمد 10% ومديهم لمحمد نسبته. وبعد كده يجي خالد، نفس الكلام، أقوم واخد منه 10% ومديهم لأحمد. يعني ببساطة بتلبس طاقية ده لده، ومحدش حس بحاجة، وكله شايف إنه زي الفل والخطة حلو. المشكلة هنا انت ما بتستثمرش فلوس اصلا، انت بتعتمد على ان فلوس جديدة بتدخل عشان تدفع القديمة، ودي كذبة لازم تفشل لو مفيش ناس جديدة بتدخل في الدايرة دي، او لو المستثمرين كلهم طلبوا فلوسهم في وقت واحد. طب ازاي مادوف كان بيجذب الناس ان هي تحط فلوسها معاه بالشكل الجنوني ده؟ هقولك. مادوف كان بيحط من 10 ل 12% نسبة ثابتة في اي ظرف يحصل في الاقتصاد. لو الاسواق نزلت 50% مادوف بيطلع ب10%، ولو الأسواق طلعت برضه 10%. ده هو السر، الثبات المستحيل. ده هو اللي خلى الناس تثق فيه. مادوف ما كانش بيقبل أي حد يستثمر معاه، كان لازم تكون معاه واسطة أو عضو في النادي بتاعه. وده عمل كده زي هالة حواليه، خلت الناس بنفسها تتحايل عليه عشان ياخد فلوسهم أصلا. بسبب العائد الثابت والجذب الاجتماعي، مادوف بنى مملكته على الثقة المطلقة. مادوف بذكائه استهدف المجتمع اليهودي الراقي في نيويورك وفلوريدا. الناس دي وثقت فيه لأنهم كانوا بيشوفوه في كل الأنشطة الخيرية والاجتماعية بتاعتهم. الثقة هنا كانت شخصية ودينية واجتماعية، مش بس مالية. وحتى المؤسسات الخيرية والجمعيات التابعة للجامعات حطوا كل رأس مالهم في إيد مادوف، لأنهم كانوا بيعتبروه أمان وثقة. مادوف كان بيستخدم حاجة كده اسمها صناديق التغذية عشان يحمي نفسه من المستثمرين اللي لسه بيبدأوا من أسئلتهم. الصناديق دي كانت بتجمع فلوس من آلاف المستثمرين وتديها كلها لمادوف عشان يستثمرها. ببساطة الصناديق دي كانت بتاخد عمولات ضخمة عشان مجهودها، ومادوف كان مبسوط بده لأن ده عزله عن آلاف الناس وجمع له مليارات في صندوقين 3 بس، ومحدش فيهم كان بيسأل أسئلة صعبة. حقيقة في سؤال حلو هنا، إيه هي الاستراتيجية السحرية اللي مادوف كان بيقول إنه بيستخدمها عشان يحقق ال 12% الثابتة دي؟ هو كان مسميها اسم يخوف وصعب، اسمها استراتيجية تحويل الإضراب المقسم. الاسم ده كان معقد جدا لدرجة إنه بيخوف أي مستثمر عادي من إنه يسأل إيه ده، وإن المستثمر يكون في حالة ذهول، وده كان جزء من خطة التمويه. المضمون بقى إن الاستراتيجية دي ما كانتش موجودة أصلا. مادوف ما كانش بيعمل أي تداول. أما أبشع جزء في القصة هو إن العالم كله كان ممكن يتجنب الكارثة دي لما ماركو بولوس، وده المحلل المالي اللي كان زي المحقق الخاص في القصة، الشخص ده بدأ إن هو يبلغ الهيئة المالية والبورصات من سنة 2000. وقتها قدم للهيئة أدلة منطقية بتثبت إن مادوف نصاب. قال بوضوح العائد الثابت ده مستحيل، الراجل ده مش بيستثمر، هو بيدفع للناس بفلوس الناس التانية. والحقيقة إن الحكومة حققت مع مادوف أكتر من مرة، لكن في كل مرة كانت بتخليه يطلع زي الشعرة من العجين، لأن مادوف كان بيستخدم نفوذه وعلاقاته القديمة في البورصة، ومحدش كان مصدق إن الشخصية المحترمة دي ممكن تكون نصاب.
الحقيقة إن الشيء الوحيد اللي كان ممكن يقتل نظام بونزي بتاع مادولف إنه ما يدخلش فلوس جديدة وكل الناس تطلب فلوسها القديمة، وده اللي حصل بالظبط في الأزمة المالية العالمية 2008. الناس في العالم كله بدأت تخسر فلوسها في البورصة والشركات، وبدأ الفزع، الكل محتاج فلوس كاش، وبدأوا يطلبوا فلوسهم من المكان اللي فاكرينه أمان، مادوف طبعا. في أسابيع قليلة وصل حجم المطالبات لسحب الأموال ل7 مليار دولار. وطبعا مادوف ما كانش عنده ال7 مليار دي، هو ما كانش عنده غير حوالي 200 مليون دولار كاش عشان يغطي ديون ب65 مليار دولار. انت متخيل الصدمة؟ مادوف خلاص فهم ان القصة انتهت خلاص، لان الكذبة وصلت للنهاية، مفيش مستثمر جديد ممكن يجي دلوقتي لان العالم كله في حالة افلاس. وفي نوفمبر 2008 عرف مادوف ان هو خلاص هيتكشف، وده الجزء الدرامي في الحكاية. والحقيقة ان مادوف قرر يواجه اولاده الاتنين اللي كانوا شغالين معاه في الجزء الشرعي من الشركة. قعد معاهم في البنت هاوس الفاخر بتاعه، وبصراحة شديدة قال لهم انا خلصت، كل اللي عملته كان عملية احتيال ضخمة والشركة دي كلها كدبة كبيرة. أولاده بيدعوا إن هم ما كانوش يعرفوا حاجة عن الجزء الخفي ده، وصدمتهم كانت مفزعة. أولاده قالوا له إنهم لازم يبلغوا السلطات حالا، وتاني يوم الصبح أولاد مادوف بلغوا المحامي، والمحامي بلغ الحكومة. وأخيرا عملت شغلها بعد سنين من التهاون. وصلت الحكومة لبيت مادوف في نيويورك. مادوف كان مستنيهم في هدوء شديد، وتم اعتقال ساحر المال، والأسطورة انتهت نهائي. للأسف العالم ما كانش مصدق إن حجم النصب وصل ل65 مليار دولار. دي كانت أكبر عملية احتيال قام بيها شخص واحد في التاريخ. وعلى كده القصة ما كانتش في نيويورك بس، مادوف كان بيتعامل مع بنوك في سويسرا، مؤسسات في بريطانيا، وصناديق جمع أموال في اليابان. الاحتيال ده ضرب العالم كله، وللأسف الناس خسرت كل تحويشة عمرها اللي كانوا مجهزينها للتقاعد والمعاش فيما بعد. منهم ناس اضطرت ترجع تشتغل وهي عندها 70 و80 سنة. وفي قصص مأساوية لناس ضاع منها كل حاجة وأنهت حياتها بسبب صدمة الإفلاس الكامل. وأشهرهم كان رينيه تيري، وهو شريك في شركة تمويل كانت مرتبطة بمادوف. أما المنظمات والجمعيات الخيرية اللي كانت بتساعد الناس ضاع راس مالها كله ووقفت عن العمل. يعني مادوف ما قتلش أشخاص بس، لأ، ده قتل كمان الأمل في مؤسسات كاملة. أما عيلة مادوف دفعت تمن الخيانة دي. زوجة مادوف عاشت في عزلة تامة، وتم مصادرة معظم ممتلكاتهم. وبعد سنتين بالظبط من الاعتراف، في يوم 11 ديسمبر 2010، ابنه مارك مادوف أنهى حياته. ما كانش قادر يتحمل العار والذنب اللي أبوه حطه فيه. مادوف وقت المحاكمة اعترف بالذنب في كل التهم اللي اتوجهت له، وحاول إنه يتحمل المسؤولية لوحده. القاضي حكم عليه بأقصى عقوبة ممكنة، 150 سنة في السجن، عشان يضمن إن مادوف مش هيشوف الدنيا تاني. وتوفى مادوف في السجن سنة 2021. اللي عمله ما كانش مجرد سرقة 65 مليار دولار، اللي عمله هو إنه هدم الثقة في النظام المالي كله، وأثبت إن الطمع ممكن يوصل شخص لعبقرية الشر. درس اللي العالم كله اتعلمه: لو العائد على الاستثمار يبان كويس بشكل ما يتصدقش، فخليك عارف إن هي كدبة، ودي كانت أغلى كدبة في تاريخ المال. يا ترى إيه هو الشيء اللي خلى مادوف العبقري يختار طريق الشر ده؟ وهل في مادوف تاني مستخبي في طابق سري بيستنى بس الأزمة الجاية عشان تكشف سره؟ قولولي رأيكم.